الحقيقة تجربتي مع تروية أنا ما كنتش متوقعاها. أولًا أنا كنت رايحة الحِج وأنا ما كنتش راسمة الشكل هيبقى عامل إزاي، لإني عمري ما رُحت، لكن اكتشفت إن بجد في ناس ورا الصورة عليهم مجهود كبير جدًا وبيعملوا شغل جبار. ساعات إحنا بنحس إن إحنا رايحين الحِج لوحدنا، أنت بتبُص على نَفْسك ما بتبُصش على الصورة الكبيرة، لكن في تروية اكتشفت إن هُم دايمًا باصين على الصورة الكبيرة، شايفين الصورة بتاعة أول ما بنوصل المطار وشنطنا اللي بجد ما كناش عارفين عنها حاجة غير لمّا الحمد لله وصلنا المدينة، وده كان بالنسبة لي راحة غير أي راحة تانية، لا وقفنا كاونتر ولا وقفنا أخدنا كل حاجة كانت متجهزة. تعالوا نوصل للفندق، أنا كنت راضية بأي نوع من الفندق، لإن طبيعي عارفة إن الدنيا زحمة والأمور هتبقى مش يعني في كامل، مش first class يعني. اكتشفت إن الناس دي مهتمية جدًا بأصغر واحد قبل أكبر واحد، يعني الفندق كلنا كنا موجودين في فندق من أحلى الفنادق اللي أنا شُفتها، الأوض كانت جميلة، دي تجربتي في المدينة كانت أكتر من رائعة. يوم الزيارة لمّا رُحنا زُرنا سيدنا النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت رائعة وما أخدتش مننا آآ إيه ساعة، ساعة بالضبط عقبال ما اتجمّعنا ورُحنا وأخدونا بنفسهم ودخلنا والتصريح كان موجود قعدنا بال20 دقيقة أو بال15 دقيقة، وفي ناس ربنا كرمهم وفضلوا لغاية ما صلّوا الفجر. ده كانت المدينة وكانت تجربة رائعة جدًا. في حاجة مهمة أوي إن أنا حابة بس أقولها عن تروية، لإن كنت باكلّم بنتي فقالت لي: "يا ماما الشركة اللي أنتِ موجودة معاها دي شركة محترمة جدًا." فقُلت لها: "ليه؟" قالت لي: "لإن شطارة الشركة في إنها تعرف المواعيد اللي ينفع إن إحنا نروح فيها وما يبقاش في زحمة، فإحنا كحُجّاج نستمتع." دي كانت تروية. يعني هم لمّا قالوا لنا إن إحنا هنسافر ونقعد 4 أيام، آخر 4 أيام في المدينة وبعد كده نبقى من أواخر الأفواج اللي هتروح مكة، هم كانوا مخططينها صح. إحنا استمتعنا جدًا في المدينة، جدًا، 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 بالهدوء، بالجامع، بالزيارة، ما كانش في تضارب وتزاحم وكده، لأ، لأ خالص. لمّا رُحنا مكة ووصلنا علشان نعمل الطواف بتاعنا، العُمرة بتاعتنا، كانت الناس ابتدت تنتقل إلى منى، فبالتالي كان الحرم وقتها رائع. إحنا لدرجة إن إحنا قُلنا إيه ده، إيه ده، إحنا فين الناس، فين الحُجّاج. كانت الدنيا بجد نعمة من عند، أنا ما كنتش مصدّقة، أنا كنت طايرة من على الأرض. فاكتشفت برضه إن ده من ضمن توضيبات شركة فاهمة المواعيد عاملة إزاي. بعد كده الفندق طبعًا في مكة كان رائع جدًا، على الإطلالة اللي كانت عندنا دي كانت رائعة، رائعة فكرة الإطلالة دي. بالنسبة لي باقابل مع شركة تروية كل حاجة لأول مرّة، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله بجد إن أنا اخترت الشركة دي، لإن أنا قابلت شيء رائع. أنا في عرفات ما كنتش مصدقة النضافة والأوض private compound كده، كلنا موجودين مع بعض. فكرة الopen buffet ال24 ساعة، عندهم open buffet 24 ساعة، مشيئة ربنا كانت في هدوء لغاية ما وصلنا منى. منى برضه كانت بالنسبة لي إن شايفين، أنا مش عارفة أقول إيه، كان إيه ده! هو ده اللي بيحصل. اكتشفنا إن تروية من ضمن الشركات الكبيرة اللي أخدت في 6 مباني كده معمولة من الرجحي، هو اللي عاملهم، كل وهم 6 أدوار، وكل دور على حسب الشركات اللي كانت موجودة، ومن ضمنها كانت تروية واخدة 4 أو 5 6 أوض كلها كبار، وبرضه نظام السراير اللي بتتفتح سرير. وبعدين كان رائعة بقى فكرة إن إحنا لقينا شنطة مستنيانا، ولقينا لحاف مستنينا، ولقينا مخدات، ولقينا فوط، لقينا حمامات نضيفة زي الفل، قشطة، قشطة. لقينا open buffet ما حصلش 24 ساعة كمان. راحة، راحة، أمان، خدمة، الفريق العمل كلّهم أخلاق، محترمين، وتعالَ ساعدني حاضر،
والنبي يعني انا اخر واحد اخر رميه ليا كنت بجد تعبانه، فقلت الدعاء، قلت لها انا هناخد كرسي. فقعدنا نفكر انا وهي، طب انا هناخد كرسي مين هيزقني؟ لما طلبنا حد من ترويه، لقيناهم ان هم عرضوا ان هم يكونوا موجودين ويسد ويزقوا الكرسي اللي انا كنت قاعده عليه. انا بشكركم بجد. انتوا عملتوا لي ذكريات أكتر من رائعة في أول تجربة حج في حياتي. هفضل طول العمر فاكراها، وهفضل طول العمر بحمد ربنا على أن أنا اخترت تروية كأول شركة أطلع معاها حج في حياتي.